بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد صوتها ويا المختصر في تفسير القرآن الكريم سيلو تفسير ديوشوش حدوشتر ويتغن ديش دولوشتك سورة النساء نساء أورشتلو سورة مدنية مدنع دوسنا سورة تهر. من مقاصد السورة هو سورة شلاتم هو سورة وينا بلغل ديشتك دوزيو تشترك هو سورة عالشو تنظيم المجتمع المسلمي بصوب نيخا يقرر لي إذا تعنزم ياليردو هو سورة عالشو وبناء علاقاته بصوب يقرر لي تيرا شاتر إش مو خليز بالقلدين تحت يردو وحفظ الحقوق نيخ حقش لردردو والحث على الجهاد جهاد درنا إقيقرت إحي غردو ويبطال دعوى قتل المسيح مسيح عيسى فينا بوخش ديوش دولهما خرץ خلر بالقل دردو. التفسير تفسير سميت بذلك سورتنا النساء التأتلنا زدري التأتلنا لذكر النساء فيها سورة شوح بيوش زدري خلر بحندلش وتفصيل كثير من أحكامهن دقاء وزدرشي حكم نشتات اشقيت وش بالقل ديش دول ديل هو سورة شوح. بسم الله الرحمن الرحيم. قنهية تميتشو قنهية تنبتشو الله هنترت حلخر آيات يا أيها الناس هينخ اتقوا ربكم شيديل خير الذي خلقكم من نفس واحدة تحنسخ تحندي غخشش قل نولج وخلق منها زوجها تنخ تن زد قل نولجو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تشنخ صحابي الله دق استجري زدري بارجين ولو واتقوا الله قير الذي تساءلون به تنسرسا شجوشش كم ديوخشول والأرحام جرجلونش خيد ورخير إن الله كان عليكم رقيبا بقى الله شند إحيو شوشن شعنا دي شوشن. تفسير يا أيها الناس هينخ اتقوا ربكم شيديل خير فهو الذي خلقكم هند ألشي إيوه شقلنرك من نفس واحدة تحنديغ تحنسيخ هي أبوكم آدم إديش دلو تحديغ آدم دو وخلق من آدم زوجه حواء أمكم آدم تنزد شنان الحواء قلنا ونشر منهما تشنخ صعد لا درجينا في أقطار الأرض لا تدع مصر متع بشرا كثيرا دق أدمش ذكورا وإناسا تجري زدري واتقوا الله قيرة الذي يسأل بعضكم بعضا به تنترز شاشة ووشش كم ديوخش ولج بأن يقول هردش نش أولش هو كيبر أسألك بالله الله هنترز ديوغ أسحوك أن تفعل كذا اشتهرهم دحارة واتقوا قطع الأرحام اشتا جرجلونش دوغ درخيد ورخير التي تربط بينكم شنيقع إيري يشتول شنيقع مرزو يشتول إن الله كان عليكم رقيبا بقى الله شند أحيو الشوشن عنال دي شوشن شو فلا يفوته شيء تنسخوا اشتيخدوش داتشن تسعهم من أعمالكم أشليل وشتولشو بل يحصيها مخلقة أشمل يلورق الله دعياز ديش دقر ديش لوروش شوت يشتشن ويجازيكم عليها تندحلا توشنا بيقن بير بلوشبو. شولو آيات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى نجح شاشة وآتوا اليتامى أموالهم بو بيرشي دهني دعلو ترق ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب شي باخمخ وونيك بو بيري باخمخ ديكتشنس خيتا مخيت ولا تأكلوا أموالهم تير باخمش بقى مبأ إلى أموالكم شي باخمخ إيبيش إنه كان حوبا كبيرا بقى الله إذا دق دشن. تفسير وأعطوا أيها الأوصياء هاي وسبن
بو بيرشن تخيتين بيرش دعلو اليتامى أسبو بيرشن وهم إبو بيرش من فقدوا آباءهم شي ديبو إش بلش بو ولم يبلغوا الحلم إش غيمت ختنا بوش دعلو تسانا أموالهم كاملة بزن شي باغمش إذا بلغوا إش غيمت تأهيتن شخينح وكانوا راشدين دخني مولي لوديز خوردوش قيتن بوش تأهيتن شخينح إذا بلغوا إش غيمت تأهيتنا وكانوا راشدين باخم مولي لوديز خوش قيتن بوش تأهيتن شخينح ولا تتبدلوا الحرام بالحلال حارم دق مخيتة حان الدولشة موخ بأن تأخذوا الجيد النفيس ديكا ميخلا دول دهني سحاء يتوش من أموال اليتامى أزبو بيري دهني دير وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم تندحلا شي دهني يقير لدر نيجا فو نيجا تندحل ساندعلوش ولا تأخذوا أموال اليتامى إشتا أزبو بيري دهنش حما إيتا مضمومة إلى أموالكم شي دهني هديتش إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله بقى الله إذا الله هنجرجح دق دشن قال آية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى نجح سنشش بو بيري حقا نيسو سليل ونقيرش دلح فانكحوا ما طاب لكم من النساء شينتين شارح قنش بال بيزدري مثنى شيء وثلاث قوء ورباع يئ فإن خفتم ألا تعدلوا نجحسن أزودش نيوقع شاشنيس وتسيان قيرش دلح فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أخا تحنزو تشوخ تو أنبياء يا غرب شخ تو أنبياء ذلك أدنى ألا تعولوا خارتونا لردلنا جرق خردشون تفسير وإن خفتم ألا تعدلوا نجحسن شاش قيرش دلح شاشنيس وتسلي الورن إذا تزوجتم اليتيمات شش بوبيرش خلدل يعري باليج اللاتي تحت ولايتكم شيعنا اللي كالدل شش دول ديشتل إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن تسان ددل ديشتلو أردو إيشوان شش قيرشتلا أو إساءة معاملتهن يتادليل شو لقمك شش ووليل وشو قيرشتلا فدعوهن بالات بش إش عدبت وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن إشبوش قبلوا شينتين والزدري بالبيع إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا شيلاحا شزو ديالو قزو ديالو يئزو ديالو يشيوش دشو فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن نقعسن أزدش نيوقع شاجنيس وتسيان قيرش دلح فاقتصروا على واحدة تحزو يا ليت أنبياء أو يستمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء شيدول أحبروا ليزو دريبوي تاريخ بيد يتي عدعية إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق هند ألشي دول أحبرش بالغربش زدريبوي تانا بالين بول زدرشنا دادل ديشتولو لرد ديشتولو حق سهول لرد ديش ذلك الذي ورد في الآية أس آية حغين درك في شأن اليتامى أسبوع بيري حقه والاقتصار على نكاح واحدة تحزو دائيا لي تو أنبياء الحغين درك أو الاستمتاع بالإماء يا غير بشخ بيدا يستو أنبياء درك أقرب إذا جرغخ دحون إلى ألا تجوروا وتميلوا خارتو تياء ظلم تداء بقوان دي دعت دولا دي أزلغة آية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة شاشة زدرشنا ددل ديشتول أردونش دعلوه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نجح سارة شيء لأمح تنح صداق شيء يغلح فكلوه هنيئا مريئا فإذا دعي شوشتشو غوزة مرشا دائلش تفسير وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة زدشنا تير أردونش ددل ديش دوش إشون ديح واجب دو فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم نجح سنسار شش ريزي بولش أس أردونش صحهم شيء يغلح بلا إكراه أشا نسق من يغدق نأدوش
أشنيس من ساق شين دليت نقدوش سار شيقر شي لأمع شين ندل دوش أردونا صداق شين يغلح فكلوه إدأيش يشدشو سائغا أهنا لا تنغيس فيه تعخلو يوش. قولوا آية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قيتم باتشو سونتش ناغي شي باخ مش دعملوه التي جعل الله لكم قياما الله داخ شين بلبل وارزقوهم فيها أسباخ من تيرا تسرنا خرجية دأدية واكسوهم تأدوغسان أسباخم يقيا دحنيخ وقولوا لهم قولا معروفا ديك دوش آلتك. تفسير ولا تعطوا أيها الأولياء هي ويرسش هي حلخردش أجد عملوا الأموال باغمش دعملوا للذين لا يحسنون التصرف إباخم ليل وتسخوش بولشارك فهذه الأموال طيباخمش جعلها الله سببا الله بحندنا تقوم به مصالح العباد تركل ليش يشتلو ديكنش قوش خلش وأمور معاشهم تداخر غلقش سنخل قوش ديش وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها طيب بيش بالنخا إش أهل بات دخني تهيتوء يدخني لردا هندا تشينزي قيتم بوشبو هدا ديزدق وأنفقوا عليهم إدخني تاقدات سلوش أزدخني يختانا نبقى لاتدي وكسوهم منها أزدخني يختان تأدوغا وقولوا لهم قولا طيبا ترقى ديك دوش آل وعدوهم موعدة حسنة ترنا خز وعدائيه ديك دوش آل ترق بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد إشا دخني مولي لو ديز خوش بارمي قاتشي دخني تاق دالور دوش دوالي وحسن التصرف ليلو مديز خز دخني ليلو خوش تاش بولشي تاق دخني دالور دوش دوالي خز دوش آل ترق. يلغل آيات وابتلوا اليتامى بو بيش زيلش بريرت ديلش حتى إذا بلغوا النكاح إجيالو يدخيني دولشا فإن آنستم منهم رشدا شين سرقح قش قيتا بلح فادفعوا إليهم أموالهم أقتي دهنش تاقدعلوه ولا تأكلوها إتي دهنش داء مداء إسرافا قؤمزاء إسراف ديش وبدارا أن يكبروا إشا قئلي بوغشا إش قئلي حلقي إن بولي بوغشا ومن كان غنيا فليستعفف حلدش ويقلر لويلة سيدحني دارخ ومن كان فقيرا قيتشو فليأكل بالمعروف يشج بارمح سترين يشبش بارمح قليل باخم ديرهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم شاش سير باخم تاقدعلو تشخينح فأشهدوا عليهم تيشش برش لولش تيشهد بيد علولش وكفى بالله حسيبا تأشدق حيسب ديرك الله خضر. تفسير واختبروا أيها الأولياء هيويرش أشزيلش اليتامى إبوبيرش إذا وصلوا سن البلوغ غيمت خدشرش إشبولش خينح موزي بيشبو إشالشي بإعطائهم جزءا من أموالهم تير باغمخ تير دخني تصداق دعلو تيرك يتصرفون فيه تيرك تدح تغلق دي ترحم فإن أحسنوا التصرف فيه أجدادل دول دهني دحتار غلق خزلي يلدح ديكلي يلدح سوى تاري دهني حجو ديشتي حجدح وتبين لكم رشدهم إشا شهليل وديزق ليل وخوش بارمي قيتم تح خلر شين بيلغل دالشي فسلموا إليهم أموالهم كاملة تيرباح مش برقي دعلوتان غير منقوصة إيشاء تبيش ولا تأكلوا أموالهم بوبير دحنش داء مداء متجاوزين الحد دوزن الإخدولش الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة حشت خوتين شغينح الله تير باغمخ شينا حانال دينشول تتري حشت خوتين شغينح تير باغمخ قلا بيد يتسا الله شينا حانال دينشول دوزدي دوزن الإخدولش ولا تبادروا بأكلها تير باغمش بأرندح كدي محيزلش سيغلوي محيزلش خشية أن يأخذوها إذا بلغوا شاشغيمة تخيطرين شانتسا شيغلوش حيسا خيرش ومن كان منكم له مال يغنيه
نجح شو ميلخشنا تحن دولح تقل باغم بلح تقل دحني دلح فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم إلى الويلة بوبيري دحني ديرهم حية سرخام. ومن كان منكم فقيرا نجع سنشوخ تعقيبلح لا مال له دولح دحني خما يوج فليأكل بقدر حاجته شين إشو جبار محقال ليلتو وشا دول ديشتلو بوبيري دحني دير. وإذا سلمتم إليهم أموالهم شيش سنة سيرباخم دالو تشخينح بعد البلوغ إشا غيمتاهتن وتبين الرشد منهم إشا قيتم تشخلر ساندحن نيس ليلور خور دوشخلر بلغل دالشل دح فأشهدوا على ذلك التسليم دالو تشخينح تشنخت بيلش هندا حفظا للحقوق حق شلر درهم ومنعا لأسباب الاختلاف يقبح كتان بوشتلو قوس مشي بحندوي إذا دعداق قرحما. وكفى الله شاهدا على ذلك أزدري جينات يح الله تيشخلر قاش ميدو ومحاسبا للعباد على أعمالهم ليش ليلي نشوخ الله حيسب ديدوش خلر قاش ميدو. من فوائد الآيات هق آية تشكر هق آغوان تعدلو آية تشكر حيستلو بيدنا الشخص عدل بيدنش. الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد درجي أدمشي بوخ تعبو مسو أدمشي بوخ تعبو يعني آدم مخسر بوخ آدم حضر ديك أدمش فالواجب عليهم تندلي ناغن دي خردو أن يتقوا ربهم شيديل قيرر الذي خلقهم شاشقال نول وأن يرحم بعضهم بعضا إشتا دي خردو ساندح ووش الثاني قنهية ميخلر شولونك. أوصى الله تعالى بالإحسان سيلح وجه الله ديك دي الله وسيهدنا إلى الضعفة من النساء غيلة شزودشناء واليتامى بوبيرشناء بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل. الله وسيهدنا تسازليل والشرشول يقمتك نيسوان تيحا كوميرشالين تيح قنهية من تيح خليتال ويشتالشي نيسواني كوميرشواني يقع خليتال تاس كوميرشاخل نيسولي لوشخل كده. جواز تعدد الزوجات إلى 4 نساء يأندي قاتشلتا استيقا مسيح زودا دولا خلي الشوشخلر قويتوس آيات بشرط العدل بينهن تو تانيقع نيسولي لوريوشخلر بيحكم تاني والقدرة على القيام بما يجب لهن تسير حق عشاء لردا دي قردوشتو الحقش لردا إذا نتقوشل بوشخلر بيحكم تا كده. مشروعية الحجر على السفيه صنت أدم دوي قيتم بوشتو الأدم دوي داخني نيس ليلو تصوشتو الأدم دوي تن باخم لاس بيشخلر قويت منو سفيه الذي لا يحسن التصرف داخني ليلو تصوشتو قويس لمصلحته تن مصلحة ديشتو حجر وحفظا للمال داخني دوي إذ لردر حم ديشتو تن حجر الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع دنيانا مصلحة دويتون وزدحني يتوهت الدول إشا داتsa دايترحم. ورها آية للرجال نصيب بوجشنا داق قوتو مما ترك الوالدان والأقربون داسنا نس قولي يرجرجر شارع ديتنشوخ استيقرش داق قوتو داسنا نس قولي يرجرجر شارع ديتنشوخ. وللنساء نصيب زدشنا داق قوتو مما ترك الوالدان والأقربون داسنا نس قولي يرجرجر شارع ديتنشوخ مما قل منه أو كثر سنا ديسنق إزيك دلاء دقا دلاء نصيبا مفروضا إيش دو برزدين إدلين داق. تفسير للرجال حظ استيقشنا داق قوتو مما تركه الوالدان داسنا ديتنشوخ والأقربون إشتا جرجر شار ديتنشوخ كالإخوة مثلين ألشي وجش ديتنشوخ والأعمام دي وجش ديتنشوخ بعد موتهم إشبيل شلتح قليلا كان أو كثيرا إشبيل شلتح بوخ بسن بالباخم إزيك بلاح بيداس دقا بلاح بيداس. وللنساء حظ زدشنا داق قوش مما تركه هؤلاء سارة أزبيتين شار ديتنشوخ خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية. فجاهل زامن شو علي يشتك إيش داترهون من حرمان النساء جاهل زامن شو زدري بوخشبر يقير بوخشبر
والأطفال بيرش يقير دوغشتر من الميراث ويلشوه بوه بسن بولش باغ ما داع تخاتشيش. هذا النصيب إديستول داقة حق مبين المقدار شيبارا بالقلب من حق دهونز مفروض من الله تعالى سيلع ويش الله فرز دين تدلن بره الغآيات. وإذا حضر القسمة نجح سنة إرس دعسا ديوقشي بحكن بلح أولو القربى جرجر نشأة واليتامى بيشأة والمساكين قي نشأة دعدو يقشتل إرس دوي إرس دعدو يقشي نحا تيجي قلبل تيجي بحكن بقش جرجر نح بحكنا بو بيش داكنا مسك نح بحكنا فارزقوهم منه تانا تنخ هم لولش أز ديوقشتل بحني هم لولش وقولوا لهم قولا معروفا ديك دوش آلش ترك. تفسير: وإذا حضر قسم التركة ويلشوه بوه بسن بولباخم بيوق خينح تيكفينا من لا يرث وزويلشوه بوه بسن بولباخ ما داق تقوش ويقلح من الأقارب جرجر شارخ واليتامى بوبيرخ والفقراء بيقرخ فأعطوهم سانا لولش على سبيل الاستحباب تدوجين داتسا سنة تشن $10 من هذا المال أزدحنيهم قبل قسمته إديق لي حل لولش سنة ما تطيب به نفوسكم شاش ريز دولش لهم فهم متشوفون إليه هم دا سنستس سنحوش عش بشنش وقد جاءكم بلا عناء تشنأ تعاش حاجن قادوش قشم بوي إباخم وقولوا لهم قولا حسنا ترجع خزدوش آلش لا قبح فيه إرجدوت. السلغ آية: وليخشى لرليلة الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم شين دع غيل تحي يتيشى تنسقت تشكورن برش حيال شين دع غيل تحي يتيش تنسقت دش قيرن برش لرليلة فليتقوا الله خيريلش وليقولوا قولا سديدا نيس دوش أوليل سار. تفسير: وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا لرليلة شاش بلابل شينتح كيجير غيل بير شاشدتش خافوا عليهم من الضياع تانسع غوب وخلن اشهلك خلن تانسع زي خلن قيرن بش لرليل فليتقوا الله قيريلش في من تحت ولايتهم من الأيتام شيكوك يلا دولش أسبوع بيري حق قيريلش بترك ظلمهم تان ظلم درخلر بلرت حتى ييسر الله لهم بعد موتهم إش بلشوتها الله تان خليترو من يحسن لأولادهم تير بيرشن ديك دينور كما أحسنوا هم شيكوك يلا دول بو بيرشن تار ديك مدر وليحسنوا تار ديك دويلة في حق أولاد من يحضرون وصيته تنوسية قوش دشخيناح تيجي دحك إنه البيري حقيح موغ بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق تارجا نيس دوش آلرز بأن لا يظلم في وصيته تنوسية قوش دشخيناح خارتو إيريوتوش حق ورثته من بعده تسودع بسن ملويرش حق دح ولا يحرم نفسه من الخير إذا وقروش ديكنا بترك الوصية تنوسية قوش تدش ديترت يعني تن وصية قوش دشخيناحا للو البوغو وصية قوش دو الويرس عشان زيادة الخاء إشتا يولقوي إذا تن وصية قوش تنشي حقه وقر خاء إتول آيات: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بقلا خرطوان بو بيري دحني دوش برش إنما يأكلون في بطونهم نارا صرخ شي جيش يزشبوه صرخ شي جيش يشبوش وسيصلون سعيرا ترجع بوغر بلوش بوش. تفسير: إن الذين يأخذون أموال اليتامى بقلا بو بيري دحني حيوش برش ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا ترباخم دعسا حيجوش برش خرطوان سا ظلمة سا إنما يأكلون في أجوافهم نارا شيكيرا حق تيوش بوهنش تلتهب عليهم تندع يوغر يؤتي وستحرقهم النار ترو باغور بوش يوم القيامة قيامة دينا. تعيتو آيات: يوصيكم الله في أولادكم وسيت دشوك الله شبيري حقح للذكر مثل حظ الأنثيين استغنى شنزو تشن قوش دولو داق قوش فإن كنا نساء فوق 2
نجحسن زدري شنل صوبلح فلهن ثلث ما ترك ولچو ديتنچو دخنيخ قداق ديچ شداق دوغسرش وإن كانت واحدة نجحسن يسنج تعيلح نجحسن يع تعبين ياتح فلها النصف تن أخدوغ تن أبوه بسم بوش باهمه ولأبويه لكل واحد منهما السدس فتن ديننا تن أبوه بسم بوش باهمه يلديق تعدوغ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك توديتن شوخ تن ديننا يلديق تعدوغ إن كان له ولد نجحسن أسويلشن دوزل خويلح فإن لم يكن له ولد نجحسن تن دوزل خواتح وورثه أبواه تن إسقوشتك تن دانا نأدلح فلأمه ثلث أقنن قولو داقوش فإن كان له إخوة نجحسن أسويلشن وجري بلح فلأمه السدس تنن يلول داقوش من بعد وصية يوصي بها أو دين تودين دول وصية قوشوس دينا تندع دول ديقة دعتقين شلتح آباؤكم شديئة وأبناؤكم شبيرشة لا تدرون شن خأمة سخائي أيهم أقرب لكم نفعا تاريخ شين ألسن بيدع بش ملشبو فريضة من الله اشتق الله تدلر الله فرز إن الله كان عليما حكيما بقى الله خؤشو حكمة يو تفسير يعهد الله إليكم الله وسيت دشوك ويأمركم الله أمر دشوك في شأن ميراث أولادكم شو بيري إرس حقح أن الميراث يقسم بينهم والشوخ بوه بسن بالباخم بيش نقع بيق بيشبو للابن مثل نصيب البنتين كانت شنو عن قوش دلو داقا قاتوش فإن ترك الميت بنات نجحسن أزويلشوخ بوه بسنشا بق يعري بلح دون ولد ذكر تنا تحاكنت واوش فللبنتين فأكثر أقا شنو عناء شن الصوت يعري بلح الثلثان مما ترك توديتين شوخا قدا دشدا دوغ وإن كانت بنتا واحدة نجحسن أزويلشن تحيوع بياتح فلها نصف ما ترك توديتين شوخا أخدا دوغ ولكل واحد من أبوي الميت أزويلشن ديخ نينخ هورنا سدس ما ترك توديتين شوخ يلول دا قوش مسقوش إن كان له ولد أزويلشن دوزل خويلح ذكرا كان أو أنثى كانت خليل دوز الخو ييوع خليل وإن لم يكن له ولد نجعسن أزويلشن دوز الخو واتح ولا وارث له غير أبويه دانا دوسو قتن بو بسن بباهم قاج ويرس واتح فللأم الثلث نن قولو دا قوشو وباقي الميراث لأبيه تنبوه بسن باهم بريجي دين قوش وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر نجحسن أزويلشن شنل سو وجري بلح ذكورا كانوا أو إناثا بيداتهم سن وجري بلح يجري بلح أشقاء أو غير أشقاء ناس دين من إشبلح ناس دين من باسع بيدات فلأمه السدس سنن يلول داقوش يلول داق فردا شرع بلغل داقنا داقدو فرد دوئس بيلقوا داخل داق والباقي للأب تعصيبا ديسنك دين خوشة تعصيبت هو فرز إليريتو يو تعصيب إليريتو تاشينو هو باشغل فرز أصحاب الفروض أوق فرز شرع بيلقوا داخل بارم بوئس شرع بيلقوا داخل بارم بو قرآن شوح بيلقوا داخل بالبارم بوئس هون هقل دو إشتي بيلقوا داخل داق وشين قوش بش بعد ساري أصحاب الفروض دول شرع بيلقوا داخل داق شين قوش بش بوق دوز هقا قيام تننا يلول داقوش يلوز نونيك فردن بوتن هو بوق دوز شرع بيلقوا داخل داق دوزن ديسنك دين خوش تعصيب أصحاب العصبات أو ساري عصبات بو بالتعصيب إرس قوش بش بو تعصيب مش بو عصبات مش بو إيشا شرع بيلقى داخل داق داتسان شرع بيلقى داخل داق داتسان أصحاب الفروش بوي أصحاب الفروش شرع عشان داق بيلقى داخل بولناه بوي تار شين دوغش لك حيز دالشو دا ديسنك عصبات شن قوش دو أزويل شن جرجنا بوش
شين دل ديشتول شرع بيلغل داخل دول داق وشلو إيش دوغش بولش عشان دوغ حياتش ديسنا كوش عصباش أصحاب الفروش بو عصباش بو أصحاب الفروش شرع بيلغل داخل داق كوش بش بو عصباش مش بو عصباتش أصحاب الفروش شين دوغ حياتش ديسنا كوش بش بو تا شولو أصحاب الفروش وبشين بابا صح تاق دريجي عصباتش نخوش كده داوي إذا عصباتش أوش ولا شيء للإخوة وجش هم أتقوش ويكون هذا القسم للميراث ويديش دلو أزويل شعبوه دي سندول دهني دي قردوي إذ خل دي يشتحون بعد تنفيذ الوصية وصية قوشتين شلدع التي أوصى بها الميت ويلشو ديندول بشرط ألا تزيد وصيته دلح تيجح تبيه كمبو تو وصية دشخينح حغين بالباغم بوي إذا صوغ البيشبات عن ثلث ماله تندالع بوشباغ مخ قولو ديقل ميراث ويدعدو يقوشخينح تقحلخا تو ديندول وصية قوشت ديشتو شي دهني دوي شي باخا مثلا هوقي اوتسي داس حاج بيال تو دين وصية دوخ وصية قوش تديشتو اما تو دين دول وصية تو نابو بسنبوش باخ ما قولو داغل سوخل ديشتات قولو داغل سو دال خوني اقا تون ويرس اشكر بورب داخ ديس وندا تير حق مدويس سان دوشتو داغ دويس تو وصية دينك اش بورب لح دردق وصية قوش ديردو اش بورب صلاحة نقاسن سار بورب لق باهم تو وصيت دينا شابك باهم شي ده حاج بيال تو وصيت دينا تو دين دول وصيت قوش ديدو قولو ديقل سودا لا ويرش بورب صلق تو دين دول وصيت قولو ديق خوش ديدو ديسنا ويرش شو على دي قولو ميراث دا ديقر وصيت قوش دين شو تحخل ديزشتو وبشرط قضاء الدين الذي عليه ازويل شو تحدل ديقر دو يددل شو تحخل ديزشتو صحالو خوش او مقيتح تو دين دول وصيت حوسبوش خوش ديدو صار شو لوقت دي حديقة دي حوصل بوش ديقة دالور بوسار أقا إباغم بيوغر بوسار وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا سيلح وجه الله ويلشو بوه بسنبول باخم بيقرأ أتكيبر دعني استناشون أتكيبر هون هقل دو أتن أتسل دو هون هقل لردو أشال داق واش بيلغل داش دعني استناشون هندا لأنكم لا تدرون شن سخا ديال من الآباء ديش شغملو والأبناء بير شغملو أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة دنيا شو إخذا شين ألسن بيدي ديش خا بيرش خا شين ألسن بيدي ملو شن سخا الله خا فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا خيل نسلو ليش والستقوات سنة شي ويرس شنيوق يتسعدك خيش تسع غولة خيش نسلوتو فيعطيه المال كله داخل شي عندك خيش دالو إباخم بريجي تسن دالو توي أو يظن به شرا يأشي ويرس شنوق يتسع غوخية سنة فيحرمه منه تندق شي أبوه بسبور باغ مقطعه ما تسقاجيتو شي باغ مقطعهم تسقاجيتو وقد يكون الحال خلاف ذلك مدرج يقول لك تن ماتش كيبر تن خيتش كيبر دوش نسباس نيها نسوا تن ديكو ماتش وو ماتش ديك ولش والذي يعلم ذلك كله هو الله طيدر يجي ديكو شوك الله الذي لا يخفى عليه شيء سعاهم شين قيله دورشول ولذلك قسم الميراث على ما بين تنديله ديقن دون سيلح وجه الله ويلشو بو بسن بالباخم هو ايش كابيل قال دينش كيبر از ايش كابيل قال دينش كيبر تنديل بيقبو الله هو قلو اتن لو باخم وجعله فريدة منه واجبة على عباده واجب دين شيغر فرض دين شي ليش تدين ناتو تسوي إن الله كان عليما بقى الله خوشو لا يخفى عليه شيء تن قيلق تحلق تحهم دات من مصالح عباده شي ليشن مصلحة يدولشو حكيما الله حكمته في شرعه شا دايش دول شرعح شا بيلقل دوش حكم نشكح وتدبيره شي عنا اللح من فوائد الآيات هو آوان دع دولش آية تشكر حيث دولش عدل بيدنش حلقة النج دلت أحكام المواريث بلشار بوخ بسنبول باخ مشبوي تير حكم نشبيل قال دي حق آيات على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم الشرع استجرشنا زودشنا دل مديزر شي حقش عدل مراعية العدل بينهم تانيقح نيس ولريش وتحقيق المصلحة بينهم تانيقح بيدي يلو مصلحة يل أو قوتشيش شولونيك التغليد الشديد شوغ أغدندو في حرمة أموال اليتامى
بو بيري دهني حارم خلر. والنهي مجينا دات عن التعدي عليها أتبو بيري دهنينا بو خنبر زيدر ظلم در إيشنبر. وعن تضييعها أسبوع بيري دهني دي أردوي دي شنوغ داقر مجين دات على أي وجه كان مش آغر إدويش دلحة. قولونك لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس ناخن يقع أجري تشوغشين قوس مشغول شتلهما دهني دول ديلي تولى الله تعالى قسمته سيلح وجه الله شادق ندهني في أحكام المواريث بالشارع بوه بسم الباه مش بس تيرا حكم الشاء بالقل دوغش فينا بالشارع بوه بسم دهني دوي اتن حكم مش بالقل دوغش فينا سيلح وجه الله شادق دق واحد الناس يعني الشين لو بيس الله أما هوقن القاشتيز أتون القاشتيز ووقن القاشتيز الله حن مله قاشتيز بيلقل ديشة سيلا وجه الله شا واحد الناس شا واحد نتصير أحكامش هذا شيء ناغني عدت نخلي هاري هو درسنا ناغني وقع أستع بقي قيس مشخر بر دقي دون نشخر در. والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.